السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي سعادة. وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو جميل جدا وفيديو مميز بالنسبة لي، لأن دايما بقول أنا بحب أشجع المواهب، والجزائر بصراحة محط أنظار لكل العالم في جميع المجالات والاختصاصات. دايما بنشوف أولاد الجزائر مشرفين المجتمع العربي كله في كل مجال بيقوموا عليه. علمي نلاقي، ثقافي نلاقي، أدبي نلاقي، فن نلاقي، بسم الله ما شاء الله. كمان المجال الديني بنلاقي أجمل الأصوات في قراءة وحفظ القرآن الكريم، لدرجة إن احنا شفنا طبعا من خلال شهر رمضان اللي فات ربنا يجعله كده يعني شهر مبارك على الأمة العربية والإسلامية، ويعود علينا بالخير واليمن والبركات. شفنا أطفال صغيرة جدا بتقف أئمة في المساجد، ودي طبعا كانت حاجة بهرتنا كلنا كوطن عربي بجمال أهل الجزائر وتربيتهم لأولادهم. ده طبعا يا جماعة فيديوهات على اليوتيوب، وأنا عرضتها معاكم قبل كده. النهارده بقى معانا موهبة جميلة جدا، زي ما قلت لحضراتكم إن دايما بنشجع المواهب في اي مجال. كده نشجع المواهب لانهم يستحقوا، بيتعبوا بجد، بيتعبوا على نفسهم، بيتعبوا لدرجه ان هم يوصلوا موهبتهم. فبنشوف طبعا كتير جدا من اولاد الجزائر في مسابقات، سواء مسابقات فنيه، سواء مسابقات علميه، ثقافيه، دينيه، بسم الله ما شاء الله عليهم. حتى الشعراء هناك مميزين، قمه في الذكاء، قمه في الاتزان، في الثقافه الجزائريه يا جماعه، اللي كتير جدا طبعا بيحب يتعرف عليها، وانا واحده من الناس دي. تعالوا بقى عشان نرجع للفيديو بتاعنا وما نتكلمش كتير طبعا. مش هحرق لكم الفيديو طبعا، هنرجع للفيديو بتاعنا ونشوف معانا نموذج جميل جدا بجد هيعجبكم. تعالوا نتابع مع بعض وبإذن الله نعلق من خلال الفيديو. شو رح تغني لنا؟ إن كنت ناسي أفكرك يا مكان غرامي غرامي بيسهرك وكان بعادي بيحيرك الله بيحيرك وإن كنت ناسي أفكرك. حنجرتك ما شاء الله. بقى تعبي اسمها شي الثاني بليز. بالهندي. هندي تفضل. जाऊंगा मैं तुझे सारी रही है फिर भी कभी ना खुश रहे दे आवाज़ हमें ना दुमदा. تصويت على طول انا بقول. اكيد بديلك صوت. شكرا، اكيد الله يخليك. شكرا. وانا بيج ياس واكيد بديكي صوتي. انا يس. يعني بجد الفيديو جميل جدا بجد. يعني دايما كده لما تتعامل مع حد جزائري لازم على طول تكتسب منه الثقافة الجزائرية. ده على طول تكتسب منه حاجة، لازم تاخد منه حاجة كده بتعبر عن شخصيته. الشخصية دي أي حاجة لازم تكتسبها منه. ده بالظبط لما نيجي نسمع نماذج الجزائر أو المواهب الجزائرية، يعني نيجي نسمعها كده تحسي فعلا أنت اكتسبت حاجة كده من أهل الجزائر. بجد يا جماعة أنا عن نفسي بحب جدا لما أسمع موهوب في حاجة، سواء الحاجة دي ما بحبهاش. يعني أنا في أوقات كتيرة جدا كنت مش من موهبتي إن أنا أسمع شعراء، حبيت إن أنا أسمع شعر، حبيت إن أنا أسمع منشدين. ما شاء الله. حتى في المجالات العلمية، الحساب الذهني، الحاجات دي كلها بقيت بتفرج وبقيت بشاهد كتير جدا. عجبني إن أنا أتعرف على الثقافات، فدي بصراحة دي كانت حاجة فعلا عجبتني في نفسي أنا كشخصية، إن أنا أزيد الثقافة طبعا. ويعني ما أثرش أو ما أفضلش على ثقافة بلدي بس، لأ، إن أشوف الثقافة في الجزائر، الثقافة في اليمن، الثقافة في سوريا، الثقافة في جميع الدول العربية. أفضل كده أبحث وأشوف الثقافات في الدول العربية عاملة إزاي والمواهب عاملة إزاي، فدي حاجة بصراحة مهمة جدا. نرجع بقى للفيديو بتاعنا، نرجع للموهوب اللي معانا النهارده، نديله حقه، يعني نديله حقه كده ونديله فرصته ونسمعه بجد. نرجع للفيديو بتاعنا. तेरे बिना क्या वजूद मेरा
वक्त सभी कोई लम्हा न हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम भी हो अब तुम भी हो जिंदगी अब तुम भी हो هندي ولا شرقي؟ कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना हो रहा وبكده يا جماعة يكون فيديو النهاردة انتهى. يعني انتوا عارفين في فيديوهات كتيرة جدا بجيبها بزعل جدا لما بتخلص، بزعل لدرجة ان انا قبل ما اتابع الفيديو معاكم او ما بيخلص الفيديو بجيبه واشغله تاني واسمعه مرة واتنين. يعني ما بيكونش اول مرة ان انا اسمعه مع حضراتكم، بسمعه قبل ما ابدأ الفيديو وبسمعه بعد ما اخلص الفيديو. فببقى كده في يا جماعة حاجة بتاخدني فعلا ان انا اسمع المواهب دي، لدرجة ان زي ما انتم فاهمين ان القناة اصلا انا خصصتها ان انا اجيب فيها المواهب الجزائرية، ان انا اكتسب الثقافة الجزائرية. بجد يعني الفيديو كده فيه روح حلوة. وبجد كمان دايما بنسمع عن المتسابقين طبعا الجزائريين، ليهم ضجة كبيرة جدا ما شاء الله عليهم. ربنا يحفظهم وربنا يحقق لكل واحد هدفه في الحياة. واجمل حاجة دايما طبعا بتعجبني ان لازم يكون عندنا يا جماعة إرادة، والنجاح طبعا عايز مجهود. يعني النجاح ما بيجيش كده بالساهل، لا لازم نعمل مجهود عشان نوصل لنجاحنا. اي حد بيتابعني عنده موهبة يا ريت يا جماعة يحاول ان هو يبينها للناس بجد باقل المجهود. يعني اقل المجهود هتبينها، بس حاول عافر زي ما بنقول هتوصل ان شاء الله، ونجاحك هتشوف بعينك ان شاء الله. كده الفيديو بتاعنا انتهى. شكرا طبعا لمتابعتكم الفيديو، بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله، مع السلامة.